خير عليكم متابعيني الحلوين. شايفين التوست وجماله؟ شايفين الخلطه اللي جواه؟ بصوا بقى، كل المعجنات دي هنعملها بطريقه سهله ولذيذه جدا. نبتدي على طول من غير رغي. بوله هجيب فيها 5 كوبايات دقيق زي ما انتم شايفين كده اهو، 5. الستة هخليها على جنب دي عشان هلم بيها العجينه. هحط كوبايه كوبايه زي ما انتم شايفين. هحط عليهم ايه؟ 4 معالق خميره فوريه بس تكون حلوه، نوع حلو، وذره ملح، و3 معالق زعتر، ومعلقتين سكر عشان تقوم الخميره. واقلب زي ما انتم شايفين كده اهوت شويه. هحط مكون حلو قوي لقيته طعمه حلو في الصيام، دي زبده صيامي. انا حطيت 5 معالق زي ما انتم شايفين اهم، حتى بالعد باينين. عايزه اقول لكم الزبده مخليه العجينه طريه جدا، كاني حاطه فيها لبن وبيض. عجينه قطنيه حلوه قوي. المها زي ما انتم شايفين كده واقلب، واحط كوبايه ميه الاولانيه دافيه عشان الخميره تقوم. دي اول كوبايه. الم واحط الكوبايه الثانيه. بعد كده هفضل اقلب عشان اقدر اخش بايدي الم العجينه كده. هبتدي الم بايديا. هنا هبتدي احتاج الكوبايه السادسه. احط حبه حبه، لان ممكن تاخد الكوبايه كلها وممكن ما تاخدهاش. هي خدت الكوبايه السادسه كلها. زي ما انتم شايفين بقلب العجينه والمها كويس قوي قوي قوي. بعد كده اهو على الرخامه بقى في تريكه لازم اعملها عشان تخلي العجينه قطنيه جدا والمسام بتاعتها مفتوحه. زي ما انتم شايفين افرد العجينه وارجع اكورها، وافرد العجينه وارجع الفها وارجعها تاني. كل دوت بيدخل مسام فيها كأن فيها بيض او لبن. وده التوست اللي بيتعمل بره. حسيت انها ملزقه شويه، بروح حاطه دقيق وافضل افردها وارجعها تاني، افردها والفها تاني لغايه ما احس انها بقت ناعمه جدا. هحطها في نفس البوله بتاعتها واسيبها ترتاح ساعه ساعتين لغايه ما احس الاختمار. شايفين ده كده؟ انا كمان نزلت منها جامد. واروح مطلعاها على الرخامه وافرد. ملزقه افرجي دقيق بسيط بسيط عشان تفضل هشه، واحطها على رخامه كده اهو زي ما انتم شايفين. هفضل بقى ايه احركها عشان اعملها اسطوانه طويله كده اهوت، واسيبها ترتاح عشان ابتدي اعمل الخلطه. الخلطه بتاعتنا هتشوفوها حاجه سهله خالص. بصلتين كبار مقطعين صغير احطهم على النار، وعليهم دي 3 طماطميات صغيرين او وسط، عليهم فلفل الوان او فلفل اخضر حسب ما يكون عندك، معلقه ملح، معلقه فلفل، وادوق حيائهم. ازودهم حبه ميه عشان انا عايزاهم يتبلوا، مش عايزه بس انشف الميه منهم خالص. دي الخلطه الاولى. بعد كده اهوت هبتدي الخلطه الثانيه. الخلطه الثانيه هجيب معلقه ثوم عليها زيت واقلب شويه، بصلايه صغيره مفرومه، وانا اكون جايبه نص كيلو سبانخ غسلاه ومقطعاه ومنشفاه شويه. هحط بقى من خلطه الشاورما الدجاج دي معلقتين، بتدي حلوه طعم تيست تحفه مع السبانخ. واروح حاطه السبانخ المغسوله زي ما انتم شايفين، وعلى نار هاديه لغايه ما تنشف. اخد بالي انها ما تتحرقش، تنشف خالص. انا مش عايزه ميه في الخلطات عشان العجينه ما تبقاش مش حلوه. اخد حته من العجينه القطنيه كده وابتدي افرد، بس لازم ادهن الرخامه زيت عشان تبقى سهله فردها معايا. زي ما انتم شايفين كده اهي، فردت وحطيت زيت تاني وفردتها. وببتدي احشي بقى. طبعا كل خلطه من دول انا مقطعه عليها زيتون، اللي انت بتحبيه اخضر الوان انا حاطه كده. برده السبانخ عليها نفس النظام، وممكن اخد من نفس الخلطه دي احطها على السبانخ لو انا مش حابه السبانخ تبقى على الكل. وابتدي زي ما انتم شايفين كده بالراحه اقفل 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 كانها عامله زي القطايفايه كده الصغيره، واسيبهم يرتاحوا. هبتدي اعمل التوست بقى. اخد حته كبيره على قد السرفيس بتاع التوست بتاعي او الصاج المستطيل، اخد طوله كده واقيس وافرد واشوف نفس الطول وابتدي افرد. انا حاطه خلطه في الزيتون ونفس الخلطه الاولى كلها اللي هي الفلفل والطماطم والبصل، وفردهم زي ما انتم شايفين ناشفين ازاي. وافرد واظبط على قد المستطيل بتاعي، وابرم رول، ابرم 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 لون. واخر الرول من تحت الجزء المفتوح ده هو اللي اخليه في ارضيه السرفيس. طبعا الصاج ده بيكون مدهون زيت، واسيبه على جنب يختمر، هتلاقيه عالي جدا. وابتدي بقى هعمل مثلا كانه ساندويتش. اخد برده زي ما انتم شايفين. بصوا المعجنات، انا عايزه اقول لكم صدقين الصوره ظلماهم. بص بقى من جوه الحاجه هشه ازاي وطريه وناعمه. وادي التوست اللي وريته لكم في الاول. عايزه اقول لكم وهم التوست ده تحفه للفطار مع كوبايه شاي من غير اي حاجه، او تخدير المدرسه او معاك الشغل.